لو قلت اسمها هتصيبك اللعنة. المجتمع جزء من تراثه الأساطير، ودي ثقافة شعبية. مفيش جماعة من الناس ما عندهمش سلسلة أساطير، بس عائشة قنديشة ما أقدرش أقولك إنها أسطورة. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. عايشة الموروثكية، وده اسمها اللي اتذكر في بحوث كتير، ودي كانت زي ما اتقال بنت العيلة غنية جدا عايشة في اسبانيا، وبعد الغزو الصليبي لاسبانيا طردوا المسلمين، وبقى كل المسلمين الموجودين في اسبانيا اسمهم الموريسكيين، واترحل كل اللي رفض دخول الدين المسيحي وقتها اللي هم الموريسكيين لافريقيا في القرن ال15، واتطردت هي كمان على المغرب هي واهلها، ولكن الجنود البرتغال قتلوا اهلها، فقررت عيشة قنديشة اللي بالمناسبة اوعى تنطق اسمها انها تنتقم لاهلها، وبدأت تستدرج الجنود البرتغال للغابات لانها كانت جميلة جدا، وكانت بعدها بتذبحهم، وفضلت تعمل كده لحد ما الجنود نفسهم لاحظوا وبدأوا يخافوا ويؤمنوا انها مش من البشر اصلا. عيشة قنديشة في المغرب واحدة من اهم الشخصيات اللي محدش قدر يحدد هل هي من البشر ولا من الجن. بيتقال انها بتستدرج الرجاله بجمالها الشديد للغابات، ومحدش بيقدر يقاومها، فبيفقدوا التركيز من جمالها وما بيشوفوش ان رجليها شبه رجلين الجمال او المعيز، ولما بتنجح في ده بتقتلهم وبتقطع اجسامهم. كل الروايات عنها بتقول انها عندها كره شديد للرجاله وخصوصا المتجوزين، لانها بتكره تشوف اي اتنين مع بعض. في قصه تانية بتتقال عنها وسبب وجود شخصيه عيشه قنديشه وكرهها للرجاله هو ان عيشه قنديشه كانت بنت جميله جدا وبنت عيله كبيره وغنيه، حبت شاب جدا بس هو للاسف فقير، واهلها كان طبيعي جدا ما يوافقوش عليه، فقررت تهرب وتروح له، لكن للاسف هو كان بيضحك عليها وكان هدفه هو أموال أهلها، واللي بحركة زي هروبها مستحيل ياخد الفلوس أو الأملاك اللي كان مخطط ليها، فسابها ومشي وفضلت تبكي لحد ما ماتت، وتحولت هنا لروح شريرة بتنتقم من كل الرجالة، وعشان كده متكررش اسمها، وبتستخدم أسحار عشان تفرق ما بين أي اتنين. وفي ناس تانية بتقول إنها ساحرة، ولو كنت في المغرب وقابلت ست عجوزة وقالت لك كلام ما فهمتوش فدي عيشة قنديشة ورمت عليك لعنتها. بكرر لك تاني ما تكررش اسمها، لأن اسم عيشة قنديشة مش ضروري تكون في المغرب علشان تحل عليك لعنتها، والدليل انه كان في عالم اوروبي حابب يدور ورا عيشة قنديشة ويتاكد هل هي انس ولا جن ولا ساحرة، وبدأ يجمع معلومات عنها لحد ما لقى انه بتحصل له كوارث اول ما بدأ يدور عليها، لحد ما قرر يحرق كل حاجة كتبها او جمعها عنها ويرجع على بلده على طول. وكمان بشكل شخصي اثناء بحثي عنها كانت في حاجات غريبة برضه بتحصل معايا، واللي هقول انها ممكن تكون صدفة. السؤال هنا هل هي انس ولا جن؟ شخصية عيشة قنديشة خدت اهتمام كبير جدا مش بس في المغرب ولا حتى العالم العربي، كمان العالم الغربي، واتعمل بحوث عليها واثبتوا انها مش شخصيه خياليه ولا حتى اسطوريه، وانها حقيقيه، وانها اتقتلت في واحده من الحروب اللي كانت موجوده في المغرب وما لقيوش جثتها. في الاخر كل دي حكايات اتحكت عنها ومفيش واحده منهم نقدر ناكدها ليك. اخر مره هقول لك ما تنطقش في اسمها، وتاكد انك عامل لايك وكومنت وشير على الفيسبوك، وقول لنا انت شايفها انس ولا جن. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.